صلي، اقرا قران، قرب من ربنا. جمل دايما اي حد بيسمعها لو فكر بس او صرح ان هو بس بيفكر في الانتحار. طب يا ترى الكلام ده صح؟ هل فعلا صح ان احنا نيجي لما يكون في حد بيفكر في الانتحار ان احنا نيجي نروح نقول له صلي وقرب من ربنا وكل الحاجات دي كلها؟ طب قبل ما نقول اذا كان الكلام ده اصلا صح ولا لا، خلينا نسال، هو المفروض المعالج بتاعي اصلا يقول لي كلام زي كده؟ هو المفروض المعالج النفسي في حاله زي كده المفروض ان هو الاول بيقيم شده فكره الانتحار دي ايه. هل هي مجرد فكره ولا هي فعلا على حيز التنفيذ، وان انا عندي نيه جاده، او ان انا خططت فعليا ان انا هنفذ الانتحار؟ في حاله زي كده لما المعالج بيقيم شده الانتحار في الوضع دوت، بيشوف بعد كده ساعتها هل هيشتغل بس لو هي مجرد فكره، يشتغل بالعلاج المعرفي السلوكي او العلاج الجدلي، او ان الموضوع فعلا دخل في حيز التنفيذ. هيراجع مثلا في الحالتين برضو، هيراجع مع الطبيب بتاعك النفسي ويشوف هل فعلا انت بتاخد الادويه بتاعتك في مواعيدها او محتاج تغيير في الدواء او لا. ولو في نيه جاده جدا للتنفيذ في اللحظه ديت، لازم المعالج النفسي يتحرك ويبلغ اهلك علشان خاطر يحافظ بيها على حياتك. طيب هفترض ان انت بني ادم عادي، مش حد متخصص، وحد من انت تعرفه يعني جه وقال لك ان هو بيفكر في الانتحار. في حاله زي كده انت محتاج ان انت توديه لاقرب خدمه متخصصه في العلاج النفسي، ودي انسب حاجه تبقى انت عملتها له.